مشاهدينا أهلا بكم مرة تانية في برنامج طعم البيوت. وزي ما قلت في بداية البرنامج إن موضوعنا النهاردة هيكون عن إن العمل عبادة وقيمة العمل كبيرة جدا عند الله سبحانه وتعالى. هيكون معانا النهاردة في برنامجنا الدكتورة ميسون يوسف الفيومي مدرس السلوكيات والإتيكيت، وأيضا معانا الأستاذ الدكتور هشام الجيار أستاذ الإدارة والتنمية البشرية. أهلا بحضراتكم معانا، كل سنة وأنتم طيبين. اهلا بيكي، كل سنه وحضرتك طيب. طبعا زي ما انا قلت ان النهارده موضوعنا هيكون عن قيمه العمل، وان العمل عباده من العبادات اللي بيتقرب بيها الانسان الى ربه سبحانه وتعالى. اسمح لي يا دكتور، هبدا بالدكتوره ميسون واقول لحضرتك ان تقولي ايه للناس وسلوكياتهم اللي بيتحججوا بالصيام وان هم صايمين وما يقدروش يروحوا الشغل في المواعيد اللي مفروض يروحوا فيها ويعطلوا مصالح الناس. اول حاجه بقول للساده المشاهدين كل سنه وهم طيبين، ربنا يعيد الايام دي على خير على الامه الاسلاميه جميعا. بالنسبه لما نيجي نتكلم على قيمه العمل، هي ده بيبقى قيم من الحاجات اللي احنا بنكتسبها من الحياه. لما نيجي نتكلم عن العمل، الانسان بالفطره محب للعمل. يعني هو ما فيش بني ادم ممكن يعيش بالحياه بلا عمل، لكن ساعات بيبقى في بعض المفاهيم اللي خاطئه، وخاصه عند بعض الموظفين الحكومه اللي ممكن يقول ان انا موظف فانا بشتغل فمش مشكله، انا صايم اصل انا تعبان. لو حضرتك تيجي تبصي هتلاقي غزوه بدر كانت والناس وكان المسلمين صايمين. حرب 6 اكتوبر مش هنروح لبعيد قوي، حرب 6 اكتوبر عبرنا يعني عملوا خط بليف وعبروا الناحيه الثانيه والناس كانوا صايمين. وحفر قناه السويس بالظبط، الجديده دلوقتي السويس كلها شغل رمضان مش حجه مطلقا، مش حاجه علينا ان احنا نقول والله اصل احنا عشان صايمين فاحنا مش هنقدر نشتغل، بل على العكس، طول ما احنا صايمين المفروض يكون الدم موجود في الدماغ اكتر ما بيروح للمعده، فبالتالي المفروض يكون الانسان نشيط اكتر ويشتغل اكتر. لما بنيجي بنبص لبعض، في واحد اسمه ماكس ويبر. ماكس ويبر ده كان مؤسس النظريه البيروقراطيه اللي مع تطور الحياه ابتدينا نقول ايه، ان الاداره دي اداره بيروقراطيه. ايه كان المقصود بيها لما جه نزل او عمل النظريه دي؟ حاجه اسمها السلطه المكتبيه. يعني ايه السلطه المكتبيه؟ حاجه اتعملت لتسهيل الاعمال، فالموظف اللي بيشتغل في المكان من واجبه الاساسي اللي هو بيعمل بيه ان هو بيقوم ايه، قائم على خدمه المواطنين. فلما يكون انا اصل انا صايم، فاصل انا تعبان، اصل انا مش قادر، لا، طب ما هو اللي جاي لك برضه صايم، واللي جاي لك عشان تختم له ورق هو كمان عنده مصالح. بل على العكس، انت قاعد في مكتبك تستقبل جماهير هم اللي متشحططين من مكان لمكان، من مكتب لمكتب، عشان ياخدوا امضاء وياخدوا. حضرتك طبعا يعني اكيد الشعب المصري كله عارف، لو حضرتك رحتي لاي هيئه حكوميه عايزه تمضي اي ورقه، على كم موظف الاول بتعدي عشان توصلي للموظف الاخير اللي اخر امضاء هتكون طبعا. ففي سلبيات مرتبطه بالمفاهيم الخاطئه لدور الموظف. انا لما ابتدي اصحح هذه المفاهيم، الدنيا المفروض انها بتتغير. في بعض من اللي انا دايما بقول، انا دلوقتي قبلت ان انا اروح اشتغل، فانت محاسب على عملك قدام الله سبحانه وتعالى. المفروض ان العمل عباده. يعني ايه؟ زي ما حضرتك ذكرتي في المقدمه، ان يعني ايه العمل عباده؟ يعني انت طول ما انت بتشتغل وبتقضي واجباتك فانت بتاخد فيها ثواب، لان ان الله مع العبد ما دام العبد في عون اخيه. إن كان الله مع العبد، يعني ده في حد ذاته ثواب عند الله سبحانه وتعالى. طبعا. طيب ارجع بقى للدكتور هشام الجيار واقول لحضرتك التكاسل في العمل وعدم الانضباط من بعض الموظفين بيعود على الانسان نفسه بشكل عام على الدوله بالخساره طبعا. هل في جهات رقابيه مفروض ان هي تراجع او تحاسب الاخطاء مثل هذه الاخطاء اللي ممكن يقع فيها الموظفين، ان هم يروحوا متاخر، ان هم ما يخلصوش مصالح الناس؟ هو المفترض ان في كل شركه او هيئه او مؤسسه حكوميه او خاصه بيبقى في هيئه اسمها هيئه الكواليتي كنترول، او اللي هي مراقبه جوده العمل. المفروض الهيئه دي او المؤسسه او القسم ده اللي جوه الهيئه دي يبتدي يراقب الموظفين ويعمل لهم اسسمنت، يعمل لهم تحليل لوظائفهم، يشوف اداؤه في هذا الوقت مناسب مع الجمهور ولا لا، بيعوق الناس ولا لا. ولو الموظف اساسا مشي بالايه او المقوله اللي بتقول اذا يعني اناس يقضون حوائج الناس يمرون على الصراط كالبراق، وان لله رجالا اختصاصهم بقضاء حوائج الناس حببهم في الخير وحبب الخير فيهم هم الامنون من عذاب النار يوم القيامه.
الموظف المصري بوجه عام شايف ان هو بياخد مبلغ معين او حاجه معينه، شايف ان هو اداؤه في هذا ما يستاهلش هذا المبلغ مثلا اللي هو بيعمله ده. ده عشان احنا عندنا نظريه خاطئه في اداء العمل. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ اذا عمل احدكم عملا فليتقنه. الرسول صلى الله عليه وسلم. واذا ذبح فليحسن الذبح. ده بقى تكمله الحديث. يعني ما ينفعش ان انت تقول ايه انا قاعد على مكتبي بعمل شغلي ويجي لك واحد واثنين وثلاثه وتبتدي تعطلهم او ترفضهم او تعطل شغلهم. بالظبط. يعني العمل بوجه عام، كلمه العمل ذكرت في القران 96 مره. طب دكتور هشام، هل المؤسسات الدينية والأزهر بالتحديد ممكن يكون يعمل توعية أو ندوات علشان خاطر يوعوا الناس بقيمة العمل الكبيرة، خاصة وإحنا صايمين في شهر رمضان، ويخلصوا مصالح الناس المتوقفة؟ المفترض إن الأزهر يبقى له دور إن هو يغير منظومة القيم بخصوص العمل عند الناس. العمل كعمل داخل فيه 4 حاجات: الرزق والجدية والالتزام والوقت. تعالي طبقي كل ده. الرزق مثلا، الرزق جاي بس انت المفروض تاخد بالاسباب. يعني سيدنا داود عليه السلام كان يكسب من عمل يده. ايوه. وقال لبعض الناس والله ان الله يرزق البغاث. ايه البغاث ده؟ البغاث ده طائر ابن الغراب. فلما بيتولد البيضه بيخرج منها بيبقى لونه ابيض. فالغراب ما بيتعرفش عليه، ما بيعرفش انه ابنه. فبيسيبه وما بيطعموش. فربنا سبحانه وتعالى بيبعت له رزقه دود يدخل في بقه فياكله حتى يتغير لونه، فيبتدي هذا الغراب يبتدي يطعمه. ودي الآية القرآنية يا دكتور: ورزقكم في السماء وما توعدون فورب السماء والارض انه كما تنطقون. ايوه، بس مش معنى كده ان احنا ما نشتغلش وبنقوم عملنا. لا، احنا نجري برضو على رزقنا ونشوف رزقنا عشان ناخد بالاسباب. انا عايز اقول لحضرتك ان في دراسه اتعملت عن الوقت اللي بيقضيه الموظفين في العمل. اكتشفوا ان هي طلعت يا دكتور بنتائج 48% فقط من نسبه 100%. يعني انت عندك 52% من وقت العاملين في اهدار. ده اهدار على الدوله. واحنا عندنا عدد ساعات العمل في مصر 8 ساعات. يا دوب يبقوا 3 ساعات. لو طلعتي منهم الموظف ما يقدرش يقعد في مكانه طبقا لاحصائيات عمليه اكتر من 35 دقيقه. لازم بعد ال 35 دقيقه يتحرك، يعني هيروح يشرب حاجه، يقوم يروح التواليت، او يقوم يصلي، او هيعمل اي موقف. فلازم يتحرك من مكانه. طب ما هو ليه وقت معين المفروض انه ياخد فيه بريك؟ علشان كده ممكن يتحرك من خلاله، بحيث الموظف لما يجي له او المواطن لما يجي له يطلب منه حاجه يلاقيه قاعد في مكانه، ما يقعدش يستنى وينتظر. عارفه حضرتك في دراسه برضو اتعملت ان هل انت لو اخدتي 8 ساعات مباشره بدون توقف هل ده يزيد في انتاجيتك، ولا لو اخدتي بريك في النص؟ وجدوا ان اللي بياخدوا بريك في النص ولو نص ساعه بيرجعوا نشيطين اكتر للعمل. جدا جدا. احنا عندنا بعض المفاهيم وده المتعارف عليه بره بالظبط، لكن احنا عندنا بعض المفاهيم الخاطئه اللي هو ايه: انا بشتغل على قد فلوسهم. لا ده بقى ما ينفعش. فدي بقى ما فيهاش اتقاء لله، لان سبحان الله انا بقول يا دكتور ايه، طب انت قبلت ليه؟ ما تروح ما تسيب الشغل وروح سيبه المكان حد محتاجه. لكن انت جاي تقول اصل انا بشتغل على قد فلوسهم، يبقى انت المكان ده ما يلزمكش. طالما قبلت يا دكتور يبقى لازم عليا مسؤوليات، عليا مهام لازم اقوم بيها. ده بيحتاج للضمير، ضمير البني ادم نفسه وتغيير المفاهيم. طب رايكم ايه؟ انا بستاذنكم دلوقتي نشوف تقرير مهم جدا جدا عن برضو السلوكيات السلبيه اللي ممكن تقابل المواطنين وهم بيعملوا شغلهم او الموظف وهو بيعمل شغله. نطلع فاصل دلوقتي وناخد هذا التقرير، بعدها نرجع لضيوفنا مرة أخرى من خلال طعم البيوت. أستاذ سعيد؟ ايوه استاذ سعيد. بس الورق ده واقف على عند حضرتك، بس استاذنك كله. فوت عليا بعد اسبوعين. اسبوعين ايه حضرتك؟ انا لفت من الصبح على الورق ده، بس امضي يعني حضرتك. اهدى بس يا استاذ وفوت عليا بعد اسبوعين. اسبوعين ايه حضرتك يا استاذ؟ انا بستاذنك بس عشان بعد اسبوعين.
حضرتك مضيت الورقه فات الاسبوعين اهو الحمد لله. ورقه ايه؟ ورقه ايه حضرتك؟ قلت لي هاجي لك بعد اسبوعين تكون مضيت لي الورقه. بعد العيد بعد هو العيد ايه اللي بعد العيد؟ حضرتك قلت لي اسبوعين، يعني ايه بعد العيد؟ بعد العيد بعد العيد يعني ايه بعد العيد؟ حضرتك انا جيت لك من اسبوعين وقلت لي تعالى لي بعد اسبوعين ومضيت لك الورقه. يا سيدي انا صايم يا بعد- سيدي ما انا كمان صايم، يعني ما هو الحال على كله. بقول لك الورقه حاجة. عايزه يتمضي. دور على الورق يا استاذ ادور فين؟ وانا سايب لك ايه كل المكتب ده؟ وماشي. السلام عليكم. يا خسارة، أستاذ تعقيد عقد أحوالهم ووقف أوراقهم وملوش من اسمه ولا حتى نصيب. مشاهدينا أهلا بكم مرة تانية في طعم البيوت، ونستكمل حوارنا مع الدكتورة ميسون وأيضا الدكتور هشام. أهلا بكم مرة تانية. كنا بنتكلم عن موضوع مهم جدا وهو أن العمل عبادة. دكتورة ميسون، احنا بنشوف بعض الناس أو بعض الموظفين في الإدارات الحكومية بالذات بيحصل بينه وبين المواطن أو بينه وبين زميله بعض المشادات وبعض الحاجات اللي مفروض ما تحصلش، وهم بيعملوها بحجة إن أنا صايم، لا شربت قهوة ولا شاي ولا فطرت ولا الكلام الفاضي ده كله. هل احنا محتاجين تطوير مهارات التواصل الموظف بالمواطن اللي جاي يطلب منه يعني شيء فعلا هو منزلش من بيته إلا علشان خاطر يعمل شغله ويخلص شغله أو الورق اللي هو رايح له؟ احنا محتاجين تغيير السلوكيات ده أو المفاهيم دي كلها. احنا محتاجين زي ما حضرتك قلتي حاجتين. اول حاجه محتاجين نغير المفاهيم الخاطئه عند الموظفين وخاصه في القطاع الحكومي. تاني إن حاجه أنا صايم ومش قادر بالظبط، أعمل مش حاجة، بس ان انا صايم، ولو حد قيمه ضغط العمل عليه يتخانق. لا، مفهوم قيمه العمل، مفهوم اني انا ده واجبي، انا مسؤولياتي ايه المهام اللي موجوده عليا. المفروض ان في توزيع للمهام في اي مكان، ما فيش تخصص يدخل على تخصص. لا، ما احنا ما عندناش دي. ما عندناش بقى دي خالص. احنا ما عندناش دي خالص. تقسيم الاعمال. احنا ما عندناش حاجه اسمها جوب ديسكريبشن لا، ما لكل موظف عندناش. نقول له انت مهامك الوظيفيه 1 2 3. بالظبط. الموظفين المصريين عايزين ياخدوا فلوس ما اشتغلوش وما يشتغلوش، وبعدين الناس ما بتديكيش فلوس عشان وقتك، الناس بتديكي فلوس عشان قيمه وقتك. يعني انت هتزودي خبراتك في الحياه مرتبك هيزيد، هتخلي خبراتك محدوده هتبقى انت محدوده في نفس المكان اللي انت فيه، مش هتزيدي. طيب تعملي ايه عشان تزودي خبراتك؟ تطوري نفسك، تبتدي يبقى عندك كوميونيكيشن سكيلز او فن اتصال جيد بالناس. الناس اللي جايه لك دي المفترض انك انت تمتصي كل غضبهم وتاخديه بطريقه لطيفه وبابتسامه، لانك انت بتخدمي جمهور. أي. الجمهور ملوش دعوه انت صايمه، خاصة ان في وظائف حساسة جدا جدا مفروض ان في كل شيء يوم شرف المواطن بالظبط. بيلجأ لها يا دكتور. بالظبط بالظبط. حضرتك بس اعملي زياره لمجمع التحرير، او اعملي زياره للشهر العقاري، كارثة. او اعملي زياره للمرور انك عايزه تجددي رخصه. طب نعمل ايه في ما عصبيتهم؟ هي بالظبط. نعمل ايه؟ هو الموظف بيبقى عليه برضه اوفرلود، يعني عشان برضه نبقى احقاقا للحق. هو بيبقى شايف بقى في بعض من البشر اللي وانس انه داخل فانت لازم تخلصني، لازم استنى، لازم المفروض ان احنا بياخدوا دورات تدريبيه. انا دايما بقول اي جهه حكوميه المفروض تشكيل طبيعي، لان الانسان بالفطره هو بينمي ذاته اول باول. فانا المفروض في مكان عملي حسب متطلبات العمل. اللي بيشتغل وبيتعامل مع الجمهور زي ما الدكتور قال بيحتاج طبعا لازم ياخد كوميونيكيشن سكيلز، ولازم ياخد فن اداره الحوار. يعني امتى بيبقى في عندنا انواع من انواع الحوار، او الرد يكون بالظبط. في عندي حوار ايجابي طبعا، في بيقول. عندي حوار ايجابي وفي عندي حوار سلبي. ازاي بقى نركز على الحوار الايجابي بحيث ان انا امتص غضب اللي قدامي، بحيث ان انا ممكن يجي مثلا واحد متنرفز وبتاع، مجرد ان انا ابتسمت، طب وانت زعلان ليه؟ هات وريني ورقك، خلصت. استاذ تسهيل. ايوه اهلا وسهلا. استاذن بس امضي حضرتك على الورقه دي. حاضر حاضر. استاذ تسهيل، فعلا تسهيل. اتفضل يا فندم، نورتني. اتفضل. أستاذ تسهيل من اسمه اتعلم، والصعب تساهل، وده صر الناس بقضاء حوائجهم. أجمل إحساس.
انفير كمان ان هو مثلا ايه، انا سي في الشهر العقاري انا قدامي طابور فيه مثلا 100 واحد. انا كموظف لو موظف شهر عقاري اجي اقعد نعمل ميتنج الصبح مع الناس، نقول والله يا جماعه احنا هيدخل لنا النهارده مثلا 400، احنا عددنا كام؟ عددنا 8، كل واحد ياخد 50. فخلاص انا سستمت نفسي عن انا هشتغل 50 واحد النهارده. في موضوع مهم جدا برضو عايزة افتحه مع حضراتكم، وهو الدراما والبرامج التلفزيونية. في شهر رمضان بالذات كم المسلسلات زي ما احنا شفناها لحد النهاردة من اول الشهر الكريم، كم مهول. يعني يمكن بالريموت كنترول بنتابع مليون، يعني كتير قوي مسلسلات وكتير قوي برامج، وبتخلي المصريين في كسل. ليه؟ لان هم بيسهروا طول الليل يتفرجوا على المسلسلات، واللي بيفوتوا مسلسل بيقلب يلاقيه على قناة تانية، واللي بيفوتوا برنامج وبيتابع او بيشوفوا برضو على اي قناة. فده بيخلي المصريين حاسين بالكسل، وبيسهروا طول الليل مش قادرين يقوموا تاني يوم يمارسوا حياتهم العادية، حياتهم العملية. ده برضو اتهام لا هو مش للمصريين للمسلسلات والبرامج التلفزيونية. لا هو نقدر نقول في الحتة دي ايه؟ اخواننا الممثلين والنجوم اللي بيشتغلوا في العمل ده ده بيعملوا، ده عملهم، ده شغله. يعني انت لما انت بتتفرج عليه في وقت غير الوقت اللي انت المفروض تعمل فيه، انت بتضيع وقتك وبتتفرج عليه وهو بيشتغل. يعني هو ده شغله، مصدر رزقه. فهو بيأدي عمله، هو ملوش علاقه على فكره. الممثل ملوش علاقه، انا عملت اللي عليا المفروض اعمله وهو بيتعرض. انت بقى بتختار الوقت السلبي اللي انت مش المفروض انك انت تعمل فيه هذا الوضع، دي مشكلتك انت. بس غالبا يا دكتور ان المصريين بيسهروا لحد ما بيسحروا. ما هو بقى ده يعني بيبذلوا فعلا مجهود ويصلوا الفجر وبعدين يناموا. دور وسائل الاعلام، ازاي دور وسائل الاعلام بدري ويمارسوا شغلهم؟ عشان احنا شعب بقالنا فوق ال 30 سنه كنا في الحضانه. حسني مبارك كان حاططنا في الحضانه. فكان المفروض ان الوضع ده يتغير، يبقى في قيمه للعمل، والناس زي الدول العربيه والدول الاوروبيه كلها تنام من الساعه 10، اللي عايز يعمل يسهر بعد الساعه 10 الكهرباء تختلف سعرها، بعد الساعه 12 سعر تريبل. منطقي الكلام ده يا دكتوره. لا وبعدين عارفه انا كنت عايزه اقول لحضرتك على حاجه، ان الممثلين بيتعبوا قبل رمضان وبيشتغلوا قبل رمضان، عشان لما يجي رمضان اللي بقى يطلع تعمل عمره، واللي طالع يعمل مش عارفه ايه، متفرغه تماما لشهر العباد. والله الحق حقيقي بيمثلوا وبيصوروا، لانه بيبداوا متاخر، فبالتالي ما بيلحقوش يخلصوا. بس ده عملهم. لا هو بس احنا بنتكلم ان انت المفروض، انا دايما بقول يا ربي الطبيعه البشريه ربنا سبحانه وتعالى حباها بالفطره. يعني ايه الفطره؟ عالم الليل انا دايما بقول مش بتاع البني ادمين، مش للبني ادمين، مش للبشر. حتى احنا في الاسلام يا دكتور اليوم بتاعنا يبدا من العشاء، من بعد العشاء يبدا اليوم. فدايما كل القران الكريم بتلاقي اياته تبدا بالليل ثم النهار وليس العكس. طيب لان ده بدايه اليوم عندنا. في حاجه مهمه قوي يا دكتوره، يعني من خلال متابعتنا لبعض المسلسلات مش كلها، لان احنا برضو لازم ننام بدري ونصحى بدري، بنلاقي ان من خلال العرض في نماذج معينة يعني سلبية، ما بيحاولوش خالص ان هم يبرزوا قيمة العمل المهم، علشان خاطر حتى المشاهد اللي بيشوف المسلسلات دي يعرف ان العمل لازم يكون عمل مهم، لازم نبرز قيمة العمل. يعني يمكن مسلسلات السنة دي ما جابتش اي سيرة عن قيمة العمل، فرأيك ايه؟ لا انا بحقيقه يعني بفضل من رب العالمين بقالي كتير قوي مش بتفرج على المسلسلات اللي طالعه جديده، مش بقيت بتابع. ده بيقولوا يعني في رمضان بالذات بتكون لا نسبه عاليه. بس انا بقول ان احنا زمان ايام ما يعني انا مش هقول لك ان انا كبيره قوي، لكن من زمان لما كان كلنا نتفرج على المال والبنون، الحرام لك حاجه عايزه تقول لك رساله حاجه. دلوقتي انا بقيت ابص على المسلسلات المصريين كلهم. طب انا هسال حضرتك السؤال ده بقى، كلهم ساكنين في العمل اللي ممكن يكون قدم للمشاهد قيمة مهمة أو إبراز أهمية العمل في حياتنا اليومية. هتسأليني عن عمل درامي قدم كده؟ لا ما انا بقول لحضرتك احنا تابعنا. يعني انا ما شفتش حاجه من ايام ضمير ابله حكمت بتاع فاتن حمامه قدمت فاليو وقيم للمصريين في قطاع المدرسه. الست دي قدمت حاجه، انا لما اوري ولادي المكان ده او هذه الحلقه هيطلعوا منها بقيمه دي اللي المفروض. وبعدين العمل بوجه عام
لازم يكون فيه جديه. مم. يعني ايه جديه؟ مم. الرسول عليه الصلاه والسلام عليه الصلاة سيدنا والسلام. النبي جاله رجل اسمه عبد الله بن ابي مكتوب، ابن ام مكتوب. مم. فجاله قال له يا محمد اتحدثني عن الاسلام؟ فالرسول تولى عنه، وكان بيكلم ساده قريش، مم. ونزل فيه قرآن عبس وتولى مم. ان جاءه الاعمى. هذا الرجل بعد في غزوه القادسيه، في فتح مكه، في فتح العراق، راح لسعد بن ابي وقاص قال له يا سعد لما لا تعطيني رايه الاسلام فامسكها؟ فقال له وكيف وانت اعمى؟ فقال له اعطيني هذه الرايه وانا اعمى لن ارى احدا، وضع حولي مجموعه من المقاتلين. مم. فوضع حواليه مجموعه من المقاتلين وتشبث الرجل بالرايه حتى تم النصر. ولما وجدوه بعد ان تم النصر وجدوا جسمه كله مليان سهام ومات. مم. طيب لو اتكلمت بقى في سؤال أخير وبلقي الضوء عليه الحقيقة، وهي إن احنا وصلنا للمرحلة الأخيرة في حفر قناة السويس، ويتم افتتاحها قريب بإذن الله، وهيكون احتفال عظيم جدا. في ناس بيعملوا بجد، في ناس فنيين مهندسين وعمال من كل الفئات بيعملوا حتى اللحظة في حفر قناة السويس، لكنهم لم يتحججوا ان هم صايمين او تعبانين، وبعدين احنا شايفين الجو حر قد ايه، ومع ذلك بيقوموا بعملهم الى اكمل وجه. هي مرتبطة بأنا مفهومي إيه عن العمل. إذا كنت مقتنعة إن العمل عبادة بالفعل والعمل قيمة، خدي بالك إن أي بني آدم بيشتغل بينمي ذاته. اي بني ادم بيشتغل بتحسي ان عمله بيديله ثقه بالنفس، بيديله الاجر اللي هو هيجيب بيه متطلبات الحياه. فكل ما كان عندي قيمه عاليه للعمل وحب كبير قوي للشغل اللي انا عايزه اعمله، فدايما حتى يقول لك في مقوله انا مش بحب الشغل، حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب. فالناس اللي بتشتغل دي لو جيتي سالتيهم ودورتي عليهم عندهم يعني ايه حب الوطن، يعني ايه حب، عندهم قيمه عاليه للوقت، عندهم ضمير عالي بحيث ان هم يقدروا يقدموا ويشتغلوا ويقدموا كل ما هو جيد لتطوير المجتمع. الحوار كان شيق وجميل، ويمكن ابرزتوا لنا قد ايه قيمه العمل، لان العمل بالفعل عباده. بشكرك يا دكتوره ميسون، بشكرك دكتور هشام، وان شاء الله نلتقي في حلقات قادمه من طعم البيوت في رمضان برضو ان شاء الله. مشاهدينا دي كانت اخر حاجه معايا النهارده في برنامج طعم البيوت. شكرا لكم والى اللقاء غدا باذن الله مع زميله اخرى وفريق عمل جديد، ومره تانية كل سنه وانتم طيبين. شكرا.